والحديث أكثر عن هذه الحادثة تنضم إلينا من أمام منزل الطيب عثمان، ينضم إلينا والد الطفلة مع مراسلة الحدث الزميلة لينا يعقوب التي ستحاوره وتطرح عليه الأسئلة للتوضيح. تفضلي لينا، الكلام لك. أهلا بك جوزيل. نحن الآن أمام منزل الطيب عثمان الأمين العام للجنة التمكين المجمدة التي تعرضت ابنته إلى اعتداء غريب في تفاصيله. يعني يتقاطر الآن كثير من جموع الشعب السوداني إلى منزل الطيب عثمان لإعراب تضامنهم حوله. يعني أستاذ الطيب، بدءا نسأل الله أن يخفف مصاب ابنتك وأن تتجاوزوا هذه المحنة وأنتم أقوى بإذن الله. يعني احكي لنا بالضبط ما الذي حدث. طيب، شكرا جزيلا. أمس الجمعة، صباح الجمعة الساعة 7:30 صباحا، أنا وبنتي ترتيل طلعنا من البيت. هي ماشية عندها كورس بتاع التقوية بحكم إنها هي ممتحنة الثانوي، الشهادة الثانوية، وكل جمعة من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 2 بتمشي كل أسبوع. وأنا بحكم مشاركتي في نفس اليوم، يوم الجمعة، في ورشة بتاعت تفكيك نظام 30 من يونيو، طلعنا مع بعض ومن بيتنا هنا مشينا المواصلات، وركبت أنا يعني الاثنين بنركب من حتة واحدة لكن وسيلتنا مختلفات. فركبت أنا الحافلة بتاعت المواصلات اللي هي ماشية بتوصلني في الخرطوم، وهي مفروض يعني تمشي مشوار بتاع مسافة بتاعت أقل من 100 متر، يعني لأنه بتركب وسيلة تانية يعني. فلما أنا ركبت في الحافلة بتاعت المواصلات، وقبل ما تتحرك الحافلة أو مع حركتها جات عربية لونها أسود، شفت أنا قدامها كانت في عربية بيك اب تويوتا صغيرة. شفت العربية اللي لونها أسود دي تخططنا قبل الحافلة اللي أنا موجود فيها. فاتضح إنه يعني العربية السوداء جات وقفت لبتي قبل ما تصل الحتة اللي هي مفروض تركب منها. ونزل شخص كان راكب مع السائق، أي نزل وفتح الباب الخلفي للعربية، هي عربية صالون صغيرة، ونزل ولزل بنتي حجمها صغير خالص يعني، فلزاها دخلها جوا. اتضح انه في شخص اخر، لانها هي كانت بتلبس الشنطة بتاعت المدرسة بتاعتها هنا، ففي شخص اخر مسكها من الشنطة، شخص كان جوا العربية نفسها، ودي ركب بجنبها في الكرسي الورا. بيقول الاثنين في المقاعد الورا وهي في النص، والعربية طلعت طوالي. وما يحزنني انه انا شفت العربية لكن ما شفت انه دي بنتي اللي هي ركبوها في العربية دي، لانه المشهد والمسألة دي تمت ورانا يعني. فهي بتكورك يعني، كانت بتنادي بابا 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 بابا، والقزاز مقفول ويعني ما قدرنا نسمعها يعني. لو كان القزاز ده يمكن نازل ولا حاجه زي دي انا كان لحقتها يعني. فطلعوا بها لحته يعني في منطقه يعني خارج الخرطوم، يعني عشان ما ناثر على السير يعني. طيب، اخذوها لمنطقه بالضبط حصل شنو؟ لما اخذوها هناك عدت تقريبا في من الساعة يعني لأنه اتصلت علينا بعد ذاك، لأن احنا لما عرفنا الساعة كانت بالضبط الساعة 10. نعم. اتوجدت في تحت الكوبري بتاع المنشية، وشالت تلفون يعني من واحدة من السيدات بائعات الشاي اللي كانوا موجودين هناك. وهم لما الجاني ده يعني بعنف شديد جدا من العربية نزلها، ويعني قال لها يعني الفاظ بذيئه او فيها اساءات لي وليها هي. فالناس اللي حقوها اللي كانوا البايعات الموجودات في الحته دي، واتصل التلفون، وبعد ذاك نحن يعني لحقناه في المستشفى يعني. هل الاعتداء حصل في العربه ام في شقه؟ لا، الاعتداء ما حصل في عربه، الاعتداء حصل في بيت. طيب.
هي يعني ربنا سبحانه وتعالى ذاته يعني لعب دور كبير جدا جدا في انه نحن في انه يعني في محاولات واضحة جدا جدا لاعتداء جنسي واضح ما فيه شك، لكن الحمد لله يعني ربنا لطف، يعني هي قدرت ذات تقاوم مقاومة يعني استبسلت يعني في الدفاع عن نفسها، لكن يعني في محاولات يعني واضحة. يعني أخذتوها بعدين إلى الشرطة ولا لا، للمستشفى؟ المستشفى مباشرة، المستشفى طوالي مباشرة، وأجروا لها الكشف الطبي تحب اللازم. توضح لنا الكشف الطبي أشار لشنو؟ والله وضح يعني انه في محاولات للاعتداء وكانت واضحه يعني، وثبتت المساله دي في التقرير الطبي نفسه يعني، يعني كانت في محاولات بتاعت اعتداء عليها يعني، وفي استعمال عنف شديد جدا واضح يعني، كان في اثره في ملابسها وفي بعض الاجزاء من العبايه اللي كانت لابساها ممزقه وكذا يعني. اي نعم. فنحن يعني اتخذنا كل الاجراءات القانونيه، والشرطه كلها يعني لحد الان يعني المفروض تقوم به من اجراءات شاعرين انها قامت به. هل الاعتداء مجرد اعتداء على طفلة من قبل مجموعة من البلطجية أو غيرهم، أم هي رسالة مقصودة لشخصك يعني؟ في يعني في رسالة قالت لي منهم، و يعني انا في لانه زي ما قلت لكم ما عايز اثر على سير التحقيق والرساله، وانا عبركم برضو كمان الشخص اللي رسل الرساله بقول له يعني رسالتك وصلت، وبقول له انك اوجهها ولا هو نفسه ولا الجهه اللي كانت وراه، بنقول لهم انتم نجحتوا في انكم يعني تلووا لي يدي فعلا، لكن كان ممكن تكونوا ارحم من كده، تدوا لي بدي طلقه ولا تدوني انا في رقبتي دي طلقه، كان تكونوا ارحم من كده. لكن بعد ده كله انا رسالتكم رغم انها وصلتنا تماما، نحن بنموت واقفين لكن ما بننحني ايا كان، لو كانت الرساله دي من جهه سياسيه ولا جهه يعني اجراميه، برضو انا في الحته دي موقفنا نحن واحد. الحادثه اللي حصلت دي اهم ما فيها، وده قرارنا نحن كأسرة، بنقول انه نحن حنطلع من حناخد اقيم ما فيها، انه نحن نتماسك كأسرة وندعم ترتيل دعم كامل ان شاء الله، عشان تعود ترتيل يعني ونزيل كل الآثار النفسية الهسه هي بتعاني منها معاناة شديدة جدا، نزيل لها ان شاء الله. يعني أنا التقيت بالترتيل، هي يعني إنسانة قوية جدا رغم حالة الانهيار والبكاء الذي يلازم ترتيل، لكنها قوية وباسمة وتدعو الله يعني في كل وقت أن تتجاوز هذه المحنة. يمكن سؤال أخير أستاذ الطيب، هل أنت تثق في الشرطة السودانية أنها يمكن أن تأتي لك بالجنى سريعا؟ أنا أتمنى من الشرطة السودانية يعني تقوم بدورها مش تجاه ترتيل فقط، يعني تقوم بالدور الوقائي تجاه ترتيل وزي ترتيل من كل أبناء وبنات الشعب السوداني، مش ترتيل، وترتيل ما أغلى من 6 نفور ولا أغلى من كل سائر ولا دموعنا نحن اللي بتجري الآن يعني من أمها أغلى من زيها وزي أي شهيد، ونحن كلنا وهي ترتيل مشروع شهداء. فنتمنى إنه الشرطة إذا كانت الحادثة دي وراها يعني أي جهة سياسية، نحن بنقول الرسالة وصلت. إذا كانت ما في حاجة زي دي، نحن برضو بنقول إنه والله يا أخواننا الواقع الأمني ظللنا نردد فيه كثير جدا، إنه والله الواقع الأمني بيحتاج لتغيير جذري، بيحتاج لتدابير تناسب الواقع والسيولة الأمنية الحاصلة في البلد الآن. شكرا لك أستاذ الطيب على هذه الإفادات، ويعني كامل التضامن معك ومع ترتيل ومع الأسرة. أعود إليك جوزيل، يعني نحن سنتابع هذا الموضوع وننتظر بيان للشرطة السودانية يفصل ما الذي حدث، وسنكون في متابعة لأي تطورات جديدة حول هذه الحادثة. شكرا لك لينا لهذه المرافقة لنا من السودان، من الخرطوم تحديدا.
انتخب كيفن ماكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي، منهيا بذلك عملية اتسمت حتى النهاية بتوترات شديدة في صفوف الجمهوريين. ونجح ماكارثي في الوصول للمنصب بعد فشله ب14 جلسة تصويت، وهو أمر غير مسبوق منذ أكثر من 160 عاما.